إلى جانبي أحمد شراحيلي مدافع نادي الهلال. أحمد، بداية لن نقول هارد لك باعتبار أن التعادل أمام الأهلي الإماراتي على أرضك بكل تأكيد نتيجة غير إيجابية نوعا ما، ولكن هنالك شوط ثاني للتعويض. أنت كلاعب حضرت للمرة الأولى في دوري أبطال آسيا من خلال هذه المواجهة، بكل تأكيد بأنها مهمة صعبة كانت عليك، وشاهدنا بكل تأكيد مباراة كبيرة من الفريقين. كيف عايشتها أنت في دوري أبطال آسيا أحمد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اقول لجمهورنا هارد لك، يعني النتيجه طبعا اللي هو في ارضنا 1-1، ونقول لهم انه باقي شوط. وبالنسبه لي انا يعني مو بمباراه اني العبها في كاس اسيا، طبعا يمكن لعبت كذا مباراه بديل. هذه المباراه اللي لعبتها كاس اسيا، طبعا يمكن لعبت كذا مباراه بديل. فانا يعني يمكن يعني خشيت على اجواء مباريات اسيا، يعني باي وقت يعني يحتاجني فيها مدرب انا جاهز. الحمد لله يعني اليوم كنت قدمت مستوى يعني جيد بالنسبه لي، وباذن الله يعني نقول لجمهورنا باقي شوط ثاني باذن الله. شعرتم بضغوطات بعد الهدف الاهلي، بعد اهدار ركله جزاء؟ والله ما يعني مو بضغوطات، يمكن بعد ركله الجزاء يمكن شتتنا شوي. حاولنا يعني نجيب الجول، يعني ما الله كتب لنا وجبنا جول، والحمد لله على كل حال. نقول بصراحه احمد، في حال غير مدرب الهلال لاعب مدافع الى لاعب مهاجم، كان من المتوقع بان اقل الثلاثه حظوظا بالبقاء هو شراحيلي. شاهدنا جحفل يخرج وشراحيلي يكمل المباراه. والله هذا يعني قرار مدرب طبعا. يعني مدرب لازم يهاجم، لازم يعني يسجل، يعني الثاني لازم نفوز على الاقل المباراه دي، فلازم انه يلعب 4 ورا. ويعني ويمكن هذا قرار مدرب طبعا. مطلعني انا ومطلع جحفلي، يعني كلنا واحد، وهذا قرار مدرب طبعا. يعطيك العافيه. الله يعافيك.